في الفيديو اللي فات اتعرفنا على الاوتوماتيك الموتور بشكل عام. النهارده هنفك الاوتوماتيك ده حته حته ونتعرف عليه بشكل تفصيلي. بفكرك ان القناه عليها قوائم تشغيل مرتبه للمبتدئين من اول الاساسيات ولحد الاحتراف في كل ما يخص الهندسه والصيانه العامه. انا احمد داوود، دكتور هندسه. خلينا نفك الاول المكان ده علشان نشوف جلدة الرداخ والبليت الداخلي اللي بتضغط عليهم الميه من هنا، وبعدين هنبدا نفك الروزيتا كمان ونشوف الموضوع كله. دي كده ادي الخرم اهو، ودي من ضمن الحاجات اللي احنا برضو بنصينها، ان الخرم ده فيه صدى بيتكون عليه فبيتسد، فانا بقشر او بشيل الصدى ده وبخلي مسار الثقب ده كده فارغ يعني ونضيف. في هنا جلده اهي، جلده الرداخ، شايف الجلده اهي بتضغط عليها ميه فبتضغط على البليت ده شويه، هو ده البليت الداخلي. بص لما انا بضغط عليه هنا اهو كده بيزق البليت التاني اهو ويفصل الكهرباء، بسيب ايدي من عليه بترجع. وفي هنا بقى الروزيتا نفكها برضو، المسامير بتاعت الروزيتا. بص ادي الروزيتا اهي، بص هنا نقاط التلامس دي انا مصنفرهم وملمعهم، دي برضو صيانه دوريه تعملها لما بيتكون هنا صدى على الحاسات دي او شويه شوائب كده، احيانا بتعمل عزل فما بتوصلش الكهرباء من المكان ده. بص هنا برضو انا منضفها بصنفرها، فانا دوريا اتاكد ان الاماكن دي نضيفه واصنفرها كويس. دي بقى اليايات اللي بتضغط على البليت، فممكن برضو افكها لك وتشوف الدنيا عامله ازاي. بص صامولة وبعدين طبق وبعدين الياي، حطهم كده، ادي الياي وبعدين طبق علشان الصامولة ما تقعش جواه، وادي الصامولة. هتلاقي ان الاكس ده او العمود ده ملحوم في جسم الاوتوماتيك ما بيتفكش، كذلك التانية دي ادي الصامولة برضو بفكها، دي بتاعت وقت الضغط. بس ادي البليت التاني اللي بيتحرك، ده الاوتوماتيك اللي هو وقت تسجيل الفيديو ب 500 جنيه، مش شايف فيه ما يستدعي مثل هذا المبلغ يعني. تمام، ادي بقى المسؤولة عن الفصل والوصل، دي عبارة عن نقاط تلامس، وفي بتاع هنا والياي المعلق ده، ياي صغير كده معلق اهي، لو عايز افكها كمان اكتر اهي، يعني الصورة ابلغ من الكلام، شوف بنفسك واعرفها شكلها عامل ازاي. دي بتركب هنا كده بالوضع ده كده. تمام، نبدأ بقى نركبها، ربنا يسهلها. تمام، اركب اليايات دي الاول، الياي وبعدين طبق وبعدين الصامولة. اركب الياي التاني الاول، الطبق الياي والصامولة. تمام، اركب الروزيتا بقى كده، نقاط التلامس اهي مع نقاط التلامس اللي هنا دي، ارفع دي كده بعدين اركب الروزيتا. مسامير الروزيتا وبكده ابقى ركبت الروزيتا. اجرب بقى البليت، شايف؟ تمام، ابدا بقى اركب البليت الداخلي اهو اللي بنضغط عليه، اضغط يفصل، اسيب يوصل، جلدة الرداخ دي وبعدين
الاستيكه دي مليون توزيع المصري بقى. وبكده يبقى جمعت الاوتوماتيك. نبدأ نجرب تاني بقى. ادي الحمل بتاعنا، اللمبة طرف هنا وطرف هنا، وادي طرفين ال 220 طرف هنا وطرف هنا. يلا اوصل الكهرباء. الطبيعي ان الكهرباء واصلة. لو انا بعتبر ان في ضغط مية ادفع البليد الاقيه فصل كده الموتور. فتحت الحنفيات وضغط المية خف، وصل الموتور.